ظاهر الأمر سيرة البيت العلوي في ذلك الوقت على تعليم الخطبة الفدكية للأطفال حفظا أو رواية ودراية وفهما ووعيا. لذلك قال رواه مشايخ الشيعة وتدارسوه بينهم. فظاهر الأمر أنه كانت هناك سنة حاضرة في أوساط الشيعة لا سيما في أوساط الهاشميين تقوم على تحفيظ الأبناء خطبة الزهراء عليه السلام، الخطبة الفدكية الكبرى. للأسف هذه السنة ماتت واندثرت قرونا كثيرة، بحيث لم نسمع أنها كانت حاضرة في منطقة من المناطق، إلى أن بعث الله رجلا أحيا هذه السنة وأرجعها إلى الساحة بعد أن طمست قرونا من الزمان. وهذا الرجل أشهر من أن أعرفه هو سماحة السيد المرجع الراحل محمد سعيد الحكيم رضوان الله عليه، الذي دفع نحو إنشاء هذا المهرجان ودعا إلى الاعتناء بالخطبة الفدكية وتحفيظها للأجيال. القضية بدأت ببذرة، اليوم في النسخة 15، يعني نتحدث أكثر من 15 سنة حسب ما فهمت من الإخوة، أنهم من تقريبا 16 و17 سنة مع الوقوف. يعني كلمة واحدة من رجل صادق في نصرته للزهراء ومخلص في حبه لها جعل هذه السنة تحيا، ونحن الآن أمام قريب العقدين في إحياء هذه القضية. بل ثمرة هذا المهرجان وهذه المسابقة أننا نتحدث عن قرابة 9000 مشترك من أول نسخة إلى اليوم، وهذه الأرقام أخذتها من الإخوة. من هؤلاء المشتركين عندنا قرابة 5000 حافظ للخطبة الفدكية، ولله الحمد والمنة. اليوم أصبح عندنا جيل لا يحفظ فقط القرآن الكريم، بل يحفظ كلمات أهل البيت عليهم السلام، وعلى رأس كلماتهم خطبة سيدتنا ومولاتنا الزهراء عليه السلام. طبعا هذا رقم كبير، لكن عندنا أمل، وأمل عظيم وكبير، أن يتوسع هذا المهرجان ويتضخم أكثر من هذا، بحيث فليكن عندنا هدف مشروع 1000 حافظ للخطبة الفدكية سنويا. والإخوة في مؤسسة قمر بني هاشم واضح أنه عندهم القدرة على هذا الرقم وأكثر بكثير، فبتضافر جهود المؤسسين والمسببين والداعمين إن شاء الله نصل إلى هذا الرقم الذي أراه قريبا وترونه قريبا. هذا مو بعيد، كلكم محبين للزهراء.